شهدت قرية هوارة عدلان بمركز الفيوم الحفل السنوي لتكريم حفظة القرآن الكريم من الطلاب وأوائل الشهادات العامة من أبناء القرية، والذي نظمه مركز شباب القرية لتكريم 450 طالبا وطالبة بحضور عدد كبير من أهالي القرية وممثلي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة. الحفلة دي الحفلة السنوية لمركز شباب هوارة عدلان. بقينا بالظبط حوالي 7 سنين مقيمين بنعملها كل سنة. نفس الحفلة يعني 7 سنين بالظبط. بنعمل مسابقة قرآن كريم، قرآن وربع القرآن وأقل من ربع القرآن. وبيجي لجان من خارج القرية بيمتحنوا الأولاد وبنكرم معاهم أوائل الشهادات المختلفة اللي هي ثانوية عامة، أدبي وعلمي، ثانوية أزهرية، الإعدادية بنوعيها، الابتدائية، بالإضافة لتكريم الأم المثالية وبعض الشخصيات اللي لها أيادي بيضاء في مركز شباب هوارة عدلان او في هوارة عدلان. طب في لجان اختبار بقى هي بتقوم بعمليه في طبعا لجان اختبار، وعلى اساس ان يبقى في حياديه احنا ما بنتدخلش خالص في الاختبارات دي. لان انا النهارده تقدم لي دي خارجيه يعني خارج القريه، تقدم لي في مسابقه القران الكريم 1200 متسابق. نجح منهم 300. انا لو عليا انا عايز انجح ال 1200 بس دي امكانيات. جهد كبير قوي وجهد مشكور لرئيس مجلس اداره مركز شباب هوارة عدلان على هذا الحدث لتشجيع. بتعملوها كل سنه؟ ان شاء الله بيتعمل كل سنه تحفيز الطلاب وتحفيز الشباب على حفظ القران الكريم. الحفله السنويه لمركز شباب هوارة عدلان دي عاده سنويه بنعملها كل سنه لحفظه القران الكريم، بتضم بنين وبنات واوائل الثانويه العامه واوائل الشهادات الاعداديه واوائل الدبلومات. بالنسبه لحفظه القران الكريم السنه دي ترشح حوالي اكتر من 700 فرد بنين وبنات. اخترنا حوالي 30% منهم، حوالي 350 فرد. كان في لجنه بتختبرهم طبعا؟ طبعا كان في مشايخ متخصصه لجنه الاختبار والنتيجه اختارت بحياديه تامه، والحمد لله قدرنا ان احنا ندخل السرور والسعاده في اهل هوارة عدلان. بشكر القائمين على في مركز شباب هوارة عدلان على تكريم اليوم في هذا الحفل العظيم، واشكر والدي ووالدتي على انهم وقفوا جنبي في كل شيء وبيدعموني في كل وقت وكل حين. بشكر جدا مركز شباب هوارة عدلان تكريمهم ليا النهارده ووقفتهم معايا، وبشكر ماما وبابا جدا على وقفتهم معايا طول السنه وطول سنين دراستي عموما يعني. هذا وقد بدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم والسلام الوطني، وقدم الطلاب عدة عروض وأعربوا عن دعمهم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وفي نهاية الحفل تم منح الطلاب من حفظة القرآن الكريم والمتفوقين علميا دروع التكريم والجوائز المالية.